السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات مسلمة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وحشتوني جدا واتأخرت عليكم، معلش أنا عارفة، ومعلش لو الصوت واطي عشان المايك ضاع مني، مش عارفة ضاع ازاي، بس ضاع مني الأيام اللي فاتت وأنا صوتي رايح زي ما انتم شايفين. الأيام اللي فاتت يعني أنا كنت حاسة أنا كنت بتبستر اللي هو يعني بفرح قوي قوي قوي، وبعدين ازعل قوي قوي قوي، وبعدين ارجع افرح قوي قوي كده. طبعا كلنا مع الاحداث الايام اللي فاتت، اعتقد يعني اغلبنا كده، اللي هو حاجات حصلت فرحتنا جامد جدا وحاجات حصلت زعلتنا جامد جدا. وعايزه اقول لكم انا تقريبا يعني بقى لي فتره طويله قوي من الاحداث في غزه، يعني من بدايه الحرب، وانا يعني اكيد اللي متابعني من ساعه ما القناه القديمه اتقفلت و... وان انا كان موضوع يعني مواضيع باخدها على اعصابي بشكل كبير، بس كان بقالي فتره طويله بتابع وكل حاجه وبدعيلهم، بس كان الموضوع يعني ممكن يكون ما بقاش آه يعني يأثر عليا صحيا بشكل كبير. بس الايام اللي فاتت احسن اكني رجعت لنفس الحاله بتاعتي من سنتين. مش زعلانة طبعا خالص، بالعكس أنا فرحانة جدا والحمد لله والشكر لله. وربنا يرحم صالح، طبعا ربنا يرحمه رحمة واسعة ويغفر له هو وكل اللي زيه، مش هو بس. لكن هما كانوا سنتين صعبين، كانوا صعبين، كانوا مش صعبين في حتة الأحداث نفسها واللي بيحصل لإخواتنا، هما كانوا شداد قوي، يعني كانوا سنتين عليا بشكل شخصي، وانا عارفه ان على ناس كتير زي سنتين شداد، لان هم يعني كانوا، لا هم فرقوا في وعينا بشكل كبير قوي. ناس كتير قوي كان ممكن اكون شايفاها حاجه كبيره، نزلوا من نظري تماما. بلاد معينه كنت حاسه ان هم ماشيين بشكل متطور، وكنت فرحانه بيهم فخوره بيهم ان هم عرب يبقوا مثلا ماشيين بالتطور ده، وكانت حاجة بصراحة كانت بتفرحني وتبسطني. بس بعد مواقف معينة، ويعني أنا بالنسبة لي مع السلامة لأي تطور من غير كرامة. بلاد تانية ما كنتش متخيلة ان هم يكونوا آه، ناس يعني عندهم وعي وعندهم مبدأ كده، ولقيت عندهم وعي وعندهم مبدأ. آه، ناس مشاهير، يعني كنت بصوا بقى، متوسمة كنت عايزه فيهم حاجة افرجكم على معينة. شويه حاجات كده. هكمل كلامي معاكم بعد بسم المقطع الله. ده، عشان المقطع ده انا كنت مسجلاه يعني مباشر. وانا فتحتهم كانوا متغلفين كويس جدا بالحاجات دي، بس انا يعني فتحتهم كده عشان اتاكد من الاوردر. منتجات من بيت الهنا، عايزه اقول لكم متحمسه لها بشكل رهيب. يعني هي سيره اللي رشحتها لي، فانا بلاقيها على طول مع، يعني اللي عارفني من زمان عارف سيره، هبقى اكلمكم عنها قريب ان شاء الله. آه، فهي كانت على طول بتعمل اوبن داي، وكان حاجه بيت الهنا بتبقى موجوده معاها. طبعا زيت الزيتون النظيف بيبقى ليه مواصفات معينه، او المفيد، واللي هو فعلا زيت الزيتون اللي فعلا فعلا جسمك يستفاد منه. ده زيت زيتون بكر عريشي، الحموضة بتاعته أقل من 1%، ومعصور طبعا على البارد. فعايزة أجربه معاكم، أنا بحب زيت الزيتون الطبيعي ده جدا جدا غير الحاجات التجارية، فبصراحة متحمسة له قوي. عايزة أجربه معاكم بقى دلوقتي إن شاء الله. أحطه كده على الجبنة، بحبه على اكلات كتيره قوي، وفعلا فعلا لما بيكون طبيعي زيت الزيتون الطبيعي بيبقى مختلف خالص خالص عن التجاري. الصمغ العربي بقى سمعت عنه كتير قوي قوي، يعني حلو قوي لمشاكل المعده عموما، للقولون بقى يعني بص هو مكتوب عليه كل حاجه. الطريقه بتاعته عموما ان هو بتحطي معلقه منه على كوبايه ميه دافيه، هو بيتاخد على الريق، يعني ما فيش منه اي اضرار.
وهو مهدئ لآلام المعدة والقولون، وبيعالج الالتهابات، وبينشط الكلى، وبيعالج الحصوات والأملاح والحاجات دي كلها. وكمان تقدري تستخدميه زي ماسك للبشرة، لأنه بيشيل الجلد الميت وبيشد البشرة. فإن شاء الله هنبقى نستخدمه كده، هنستخدمه كده وأقول لكم رأيي فيه ايه. واللي متحمسة لها جدا الطحينة دي، الطحينة الخام، الطحينة بالسمسم. طبعا الطحينة الأصلي اللي بالسمسم، اللي يعني معلهاش اضافات، وانت تبقي متاكده ومطمنه منها، مش قادره اوصفلك فايدتها عامله ازاي، وللاطفال، وكمان عشان الكالسيوم اللي فيها. فبصوا، بسم الله. الله، الواحد مش الريحه دي من زمان قوي. ما شاء الله، اللهم بارك. ريحتها حلوه جدا. بصوا دي بقى، يعني مش قادره اوصف لكم. للولاد مع عسل، هي عندها برضو عسل اسمر، ان شاء الله بقى اطلبه المره الجايه. للولاد مع عسل كسلطة طحينة كده جنب الأكل. بصوا فعلا الريحة دي أنا ما شميتهاش من الطفولة. ريحة الطحينة الأصلية بقى. أنا كده عايزة أدوقها معاكم. بصوا زيت السمسم على الوش ازاي. بسم الله. بسم الله. مم. بجد والله العظيم تتاكل حاف بصراحة، من جمالها ومن طعمها ومن ريحتها. وتحسوا ان هي يعني مش عارفة، فيها تحميصة كده، فيها طعم جميل، يعني فيها طعم حلو قوي. وعايزة اجرب برضو ده عسل حبة البركة، فعايزة اجربه معاكم كده. بسم الله. المرة الجاية ان شاء الله لو جبت برضو عسل اسمر من عندهم، وعندهم اعتقد زبدة، وعندهم مكسرات، وعندهم يعني حاجات كتيرة قوي، ايه تفتح النفس كده وتحمسك ان انتي تجربيها. انا بصراحة بثق في سيرة وبثق في اي حد هي بترشحولي. عرفت ناس كتيرة قوي كويسة منها بصراحة. بسم الله. بسم الله. واو. بسم الله. المنظر اصلا بصراحة يجوع. بسم الله. مم. رهيب، والله رهيب بجد فعلا. يعني هو الطعم الواحد مش عارف يوصفه، بس اللي هو تحس ان الحاجة فعلا الطعم الاصلي بتاعها. يعني عارفة اما تدوقي حاجة كده تحس ان الطعم ده هو ده الطعم اللي هو مش عارفة بتاع زمان، حاجة كده. المهم عايزة بقى اجرب، يعني انا اتحمست ان انا افطر، ما كنتش قادرة افطر اصلا، زوري وجعني وكنت تعبانة، بس بصراحة اتحمست ان انا افطر. اجرب كده زيت الزيتون كده على الجبنة. بسم الله. بصوا اللون، بصوا يعني كمان الكاميرا مش مبينة قوي، اللون بتاعه اخضر. المهم اكمل معاكم، انا نفسي اتفتحت من الحاجه بصراحه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني بصراحه طلعوا فعلا احلى من توقعاتي، وهفطر معاكم كده. المهم ان زي ما بقول لكم الناس مشاهير كنت بتابعها، وكنت يعني كانوا بيتكلموا بقى على البيئه بقى وما نحطش في حاجات بلاستيك، عشان الحاجات البلاستيك دي مضرة للبيئة، ويعني ما بيتعمل لهاش تحليل وكده، لكن نستخدم أكياس ورق، اللي هو يعني ناس عندها مبادئ وكده. فلاقيهم في في آرائهم في القضية، اللي هو لا احنا ملناش دعوة. يعني أنا ومتابعين الناس دي كان يعني أنا يعني والله بقول لكم فعلا السنتين دول كانوا شداد عليا بشكل فوق ما حد يتخيل.
بس هو فعلا ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة بيعملها فعلا خير. يعني هما كانوا رمانة ميزان في حياتنا بشكل كبير على فكرة، وفرقوا في تكويننا، وفرقوا في ان ترجعي تعيدي يعني تخلي نظرتك ايه، ما تبقاش سطحية، او ما تبقاش يعني ما تتوسميش في حد بسهولة غير لما فعلا تشوفي مواقف منه، او لما يحصل حاجة تبين لك شخصيته فعلا. يعني انا كنت بشوف بعض الناس، او انا بكره التعميم جدا على فكرة، وما اقدرش اقول ان شعوب البلد الفلانية دي دول ما عندهمش وعي، لكن شعوب البلد الفلانية لا دول كويسين. ما ينفعش اعمم، ما ينفعش باي حال من الاحوال اعمم، بس كان بيبقى فيه نسب. يعني كان فيه نسب كبيرة. انا في يعني في مثلا يوتيوبر معينين كنت بتابعهم من بلاد معينة، كان في عز ما احنا اللي هو انت ازازة البيبسي انت جايباها من قبل الحرب وجايباها من قبل المقاطعة، وفي التلاجة والله تقعد لحد ما تبوظ عاملة زي السم، ما نقدرش نحطها في بقنا. بغض النظر عن اي حاجة، هي خلاص انت جبتيها واتفتحتيها، بس حرفيا انت هي سم، انت شايفاها سم. فاللي هو يعني شعوب يبقى ده تفكيرها مثلا، او ناس يبقى ده تفكيرها، وناس تانية في عز ما الموضوع ده تجيب من براندات انت متأكدة مليون في المية ان هما بيدعموا. ولما حد مثلا عنده وعي يخش يكتب لهم في التعليقات دول يا جماعة بيدعموهم بشكل مباشر، صرعتونا بالمقاطعة، واحنا مالنا ومال المقاطعة، وانتوا معرفش ايه، وهم عملوا لنا ايه عشان احنا نعمل. ف يعني الناس انا زي ما بقول لكم، لا ما كنتش اتخيل، حرفيا انا ما كنتش اتخيل ان في حد كده اصلا في الحياة عموما، مش ان هما دول اللي انا كنت شايفاهم في عينيا حاجة كبيرة. فانا لا حسيت ان عدت تكوين اراء في حاجات كتير قوي حواليا، وربنا بيظهر الحق في الاخر وبيظهر. وعلى فكرة انا شايفة ان علم مصر المرفوع في غزة ده والله العظيم انا شايفاه رحمة من ربنا كبيرة قوي بالمصريين. عشان انا يعني انا المتابعين كانوا بيتخانقوا معايا، اللي هو احنا عايزين نبعت تبرعات الصرافي وابعتلنا. يا جماعه انا اعمل ايه؟ انا ما اعرفش حد، يعني انا ما اعرفش اخد منكم فلوس ابعتها لناس مجهوله انا ما اعرفهاش. احنا هنتبرع للجهات الموثوقه، ووقت ما ربنا يأذن الحاجه تدخل لا ملناش دعوه، وتصرفي وشوفي. واللي تقولي واللي تقولي لا انا يعني الناس والله العظيم اغلب من الغلب ناس شقيانه وتعبانه. وفعلا والله العظيم ستات، يعني انتوا على راسي والله العظيم المتابعين بتوعي، يعني المصريين على راسي. وطبعا وغير المصريين كان في كتير جدا مواقفهم مشرفة، بس انا عايزة اقول لكم ستات حرفيا والله ما بيبقاش في جيبها. يعني انا كنت قاعدة في قاعدة، ويعني شوية ستات كده كنا يعني قاعدين وبنتكلم وكده، والظروف والعيشة وال وكان برضو الظروف في مصر ما كانتش افضل حاجة. ورغم كده كانت بتشتكي، واول ما عرفت ان احنا عرفنا رقم كده فودافون كاش بنبعت عليه وما اعرفش، قالت لي خدي خدي وابعتي. قال لها طب مش دلوقتي، ده انت لسه بتقولي ان الدنيا، تقولي لا مش مشكله، مش مشكله اي حاجه، بس خدي الحمد لله ان احنا اصلا لقينا رقم نبعت عليه. ف فالواحد يعني حاسس طبعا بفخر فوق الوصف، وحاجات انا شفتها بعينيا، وزي ما بقول لكم انا لمستها، لان انا بتعامل مع فئات كتيره. ف ف ف آم، مش عارفة اقول ايه والله. بس هو ربنا عز وجل يعني ما بيضيعش تعب حد، و... واللي بيصدق الله بيصدقه فعلا. وربنا عز وجل ان شاء الله باذن الواحد الاحد، يعني باذن الله، وعندي يقين في الله ان ربنا يعني هيرزقنا بالنصر وهيقر عننا بيه واكتر واكتر باذن الله. وربنا يحفظنا ويحفظ بلادنا، ويعني وان شاء الله باذن الله ما يصيبناش فيهم تاني ابدا، ويعوضهم خير ويجبر كسرهم. ويعني الواحد زي ما بقول لكم فرحانين جدا، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الفرحة دي تفضل موجودة، وان ربنا قادر ان يوحدنا كلنا، وان احنا فعلا فعلا لو كل العرب فعلا توحدوا وكل البلاد الاسلامية توحدت ما كانش ده بقى حالنا. يعني لو ليا رجاء اخير يعني لكل الناس اللي بتتابعني، بلاش ننساق قوي مع الحاجات اللي هي على
السوشيال ميديا مش بقول ان كل الحاجات دي لجان، انا عارفة ان في لجان موجودة في وسطينا، وبيبقى يخلي الشعوب يشتموا في بعض ويضربوا في بعض، يعني ي- شبه يتخانقوا مع بعض جامد. لكن لا، فينا فعلا بينساق مع الكلام ده. فهو لو انتي شايفة ان في شعب معين مثلا تصرفاته مش كويسة ايا كان، بلاش يعني بلاش التصريح بحاجة زي كده بشكل آه يعك الدنيا في بعضها اكتر ما هي معكوكة يعني. فربنا يوحد يعني كلمتنا، ويخلي قلوبنا على بعض، ويهدينا على بعض. وربنا يجازي كل خير كل انسان فعلا كان نيته من جواه ان هو فعلا نفسه يعمل حاجة بسيطة، او يعني يعمل الحاجة اللي يقدر عليها، و... وكل حد عمل حاجة اللي يقدر عليها. لان في ناس بتبقى يعني متوقعة من اللي قصادها ان هو يعمل حاجات تضر، يعني هو ممكن تضر نفسه وتضر اللي حواليه. بس هو بيبقى في فرق بين الشجاعة والحكمة. يعني في ناس بيبقى عندها شجاعة، او يعني عندها عاطفية بزيادة، فتقول يلا ندغدغ ويلا نعمل ويلا معرفش ايه، وفي الاخر مش ما فيش حد فينا كلنا هيستفاد حاجة. وفي ناس بيبقى بتبص للموضوع بالعقل. فربنا يرزقنا الحكمة، ويعني هو الحل فعلا ان احنا نبقى ايد واحدة. انا مش شايفة اي حل تاني بصراحة غير كده. و... وربنا قادر على كل شيء، يعني مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. وانا بحب تملي طبعا يكون الفيديوهات بتاعتنا حلوة وايجابية كده، ونقول نضفنا ورشنا معطر والكلام الجميل ده كله. بس يعني ما ينفعش ان احنا نكون ناس تافهة. يعني ما ينفعش ان احنا نكون سطحيين للدرجات دي. يعني اكيد القناة احنا بنستفيد بيها وبتشجعنا وكده، بس يعني في حاجات ما ينفعش ان احنا يعني، لا، في النص كده لازم نظبط بعض ونوعي بعض وناخد بإيد بعض. ف فما كانش ينفع بقى ان انا اعدي الايام اللي فاتت دي كده من غير ما اتكلم معاكم يعني في اللي حصل. طبعا شفتوا كل حاجه في الفيديو. اليوم كان جميل، وبدأنا بالقهوه وقاعده في البلكونه، ولمعت بره وظبطت وكده، وبعدين دخلت اعمل الغدا. قلت النهارده اعمل معاكم كباب حله ومحشي ورق عنب، وكنت محتاره قوي اعمل جنبهم ايه. ففي الاخر عملت بقى ايه سلطه فتوش وكده. فهتشوفوا بقى الاكل مع بعض كده ان شاء الله باذن الله. الفيديو هيعجبكم جدا، والمنيو حلو قوي. هو بصراحه كان الحبه بتوع الصبح دول خلصتهم الاول، والغدا كان قبل، يعني ما لحقتش اعمل الغدا. فعمر جه اكلته كده، عملت فول ببيض وكده، وقلت دي تبقى تصبيره ونتغدى كلنا بقى على يعني على المغربيه كده ان شاء الله. بس برضه عايزه اقول حاجه برضه، يعني ايه، عارفين بيبقى في خواطر كده بتيجي في دماغك، او يعني حاجات بتلفت نظرك. آه ان ربنا عز وجل يعني عمري ما لاحظت ان هو بيذم الغنى. لا بالعكس، ده الغنى دي حاجه، ان الناس تكون اغنياء دي حاجه حلوه وحاجه محبوبه في الاسلام. واليد العليا يعني خير واحب الى الله من اليد السفلى. لكن في فرق بين الغنى وبين الطرف. المترفين مش تملي يعني، يعني مش حاجة تتمدح. الطرف يعني ايه؟ يعني الانسان المرفه. فاهمين قصدي؟ في فرق بين انسان غني ومعاه فلوس، بس يعني عنده وعي وبيصرف الفلوس دي بطريقة يعني بيستخدمها في حاجات تنميه اكتر وتكبره اكتر. وفي حد مرفه او مترف. فال يعني انا يعني بلاحظ مثلا في امهات معاها فلوس كويسه وقبضها كويس جدا، مثلا بتشتغل شغلانه معينه قبضها كويس جدا. فهي مش بتروح المول تجيب معرفش شنطه لوي فيتون، وتروح تجيب معرفش برفيوم معرفش ايه من شانيل، ويبقى هي دي القصه. لا، هي ممكن تروح مقدمة لولادها في مدرسة معرفش ايه، وتدي بعد كده كورس يوسي وبعدين بنروح الجمباز، وبعدين يعني مش بقولكم ان احنا نسحل نفسنا ولا حاجة، بس اللي هو فرق كبير قوي بين حد معاه فلوس بس هو يعني بيصرفوا على
عقله وعلى تكوينه وعلى بناء شخصيته وشخصية اللي حواليه، وبين حد هو استهلاكي بحت. ف فعشان كده يعني بحس ان احنا ان انا القناة دي بتخاطب ستات. انا شايفة ان الستات دي اهم عنصر في تكوين اي بلد وفي تكوين اي حاجة، لان هما اللي يعني انتي مؤثرة. انتي كست انتي مؤثرة، انتي زوجة. فجوزك ده لو بيتصرف تصرفات مش مظبوطة او بيعمل حاجات مش افضل، اقلها اللي هو انتي ما توافقيش ان مثلا قرش حرام يدخل البيت. فانتي كست انتي دورك كبير جدا. انتي كأم، لا انتي بتوعي وبتفهمي وبتعرفي. يعني انا اعرف ناس كانوا مسافرين في بلاد معينة، كان بتقولي هو ما فيش حاجة اسمها امتحان، هو كل الولاد بينجحوا. يعني ما في لكن في ستات تانية لا، لو لاحظت ان هي في مدرسة ايا كان بقى سعرها غالي رخيص، ولاحظت ان المدرسة دي عشان تحافظ على سمعتها بتدي للولاد الامتحان او بتسهل لهم الدنيا فيحلوا حلو، فالامهات بتروح تعترض. لا انا عايزه اعرف مستوى ابني، انا عايزه اعرف ابني جاب كام، عايزه اعرف ابني حصل حاجه، حصل الماده التعليميه في دماغه ولا لا. فيعني ففي فرق كبير قوي قوي بين الفلوس وبين العقل. يعني الانسان لما يكون يعني ان انت تبني حد، تبني شخصية حد وتبني وعي وتفكير، غير خالص مجرد ان انت تكوني حد معاه فلوس مش هيبقى ليها اي قيمة. مش يعني هيستخدمها استخدامات ملهاش لازمة. فعشان كده يعني يهمني قوي ان احنا كستات دماغنا تكون كويسة. يعني انا حاسة ان الستات دي هي مهم ان هي تكون دماغها كويسة، ونكون بنشتغل ان احنا بنطور في نفسنا وفي افكارنا اكتر، يعني اكتر من الرجالة كمان. والرجالة مهم طبعا، بس احنا اهم عشان الجيل اللي طالع من تحت ايدك ده. فربنا يبصرنا وينور لنا بصيرتنا وانا بحترمكم جدا جدا جدا. ويعني وبرضو من الحاجات اللي ربنا كرمني بيها جامد قوي قوي السنتين اللي فاتوا، ان انا يعني استوعبت انا مين اللي بيتابعني. نوعية الستات اللي بتتابعني يعني فعلا ستات تشرف على مستوى العالم العربي كله. بجد يعني فعلا الناس اللي معايا ناس دماغها اللهم بارك عليكم، ويعني وربنا يرفع قدركم، ويعني ويجمعنا كده في الجنة بإذن الله، ونبقى ناخد ثواب المتحابين في الله، ونبقى يعني من رفقاء النبي. اللهم امين يا رب. ومعلش سامحوني على صوتي، ان شاء الله باذن الله يعني هتعافى ان شاء الله باذن الله وعقبال الفيديوهات الجايه كده يكون صوتي اتظبط ان شاء الله. فبصوا بقى يعني خدتكم طبعا في الكلام وقلتلكوش انا بعمل ايه. انا دلوقتي بعمل السلطه، سلطه الفتوش. حطيت بس طماطم وخيار وخس وكده وعصرة ليمون، وحطيت رشة نعناع ورشة سماق، وبعدين حمصت عيش كده في الاير فراير وحطيته عليه. انا بصراحه كنت محتاره جدا اعمل ايه جنب ورق العنب وكباب الحله، وما كنتش عايزه اعمل سمبوسك او جلاش او حاجه زي كده، فكنت عايزه حاجه كده برضو تحس ان هي ايه، يعني اكنها صنف تاني وفي نفس الوقت مش حاجة من الحاجات دي. فحسيت ان السلطة دي هتبقى حلوة. وكمان عملت سلطة زبادي كده، قطعت خيار وحطيت عليه زبادي وبرده رشة نعناع كده وعصرة ليمونة صغيرة. فكان ما شاء الله يعني ايه منيو كده متناسق على بعضه، وكمان كان طعمه حلو جدا. وبس كده، يا رب بقى يكون النهارده الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا وتدعوا يعني لكل بلاد العرب والمسلمين، ربنا يحفظنا ويوحدنا، يعني قادر على كل شيء يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.